حلوه وقع ومنفذ والهدف الثاني. وبيبو بيدور لبلال مره ثانيه ومضغوط على بلال وهوبا والهدف الثالث. وابراهيم حسن واحلاه وهوبا والهدف الاول. ماشي رضا شحاته طالع له بلال وطالع له بيبو يحطها لبيبو واحد لواحد. بيبو بشير بيبو بشير بيبو بشير بيبو بشير بيبو بشير بيبو جول. ارضيه صغيره لمحمد فاروق يسند ورا وماشي خالد بيبو وماشي خالد بيبو وماشي خالد ارضيه وفاروق وفاروق وبيبو وبيبو والهدف الثالث. وده سيد عبد الحفيظ وهجمه مرتده وثلاثه احمر على اثنين ابيض. ثلاثه احمر على اثنين ابيض بيجري بيبو ويحطها له وهو جول وهو جول وهو جول وهو جول وهو جول وهو جول وهو جول. ابو العلا مقطوعه من ابو العلا وده سيد عبد الحفيظ وهجمه مرتده وثلاثه احمر على اثنين ابيض. ثلاثه احمر على اثنين ابيض بيجري بيبو ويحطها له وهو جول 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 وهو جول. اقول لك ايه وعد لك ايه يا خالد يا بيبو؟ ما عنديش حاجه يا ابني اقولها لك. خلصت كل الكلام. مش ممكن مش ممكن مش ممكن. في مصر تلقى تمريره بديعه جدا وعبد المنصف هيعمل ايه الراجل؟ هيعمل ايه؟ هيعمل ايه عبد المنصف الله يكون في عونه؟ زقها في المساحه الفاضيه وبحساسيه الاقدام الهدافه يحطها حلوه قوي قوي قوي. خالد بيبو وادي عبد المنصف الراجل هيعمل ايه؟ هيعمل ايه؟ وبيبو و6-1 و6-1. عرضيه وابراهيم حسن وعاليه وعلى طول عصام الحضري. الكابتن خالد بيقول لك الف مبروك. الله يبارك فيك. وكنت متوقع انك هتجيب هذا العدد الكبير من الاهداف؟ الحمد لله طبعا. الزمالك تيم كبير قوي ما حدش يتوقع اي حاجه والحمد لله ربنا كرمنا وقدرت اسعد جماهير النادي الاهلي. ده النهارده بنقول اكبر تكريم لروح صالح سليم. اكيد طبعا احنا كل مصر نفسها تكرم كابتن صالح والحمد لله ربنا كرمنا. الحمد لله. ويمكن دي فوز كبير جدا من فتره كبيره والحمد لله يمكن كان انا شاركت من ضمن الاهداف اللي جت النهارده. جماهير النادي الاهلي الف مبروك. وانا كان نفسي العب مباراه الاسماعيلي بس هو الظروف هي اللي خدت على ذاتي. انا اتطردت في الماتش النهارده بس الحمد لله ان احنا كسبنا الزمالك. كل فريق الاسماعيلي لازم بقى يستعد كويس للاهلي كده. لا بس ان شاء الله دي دفعه قويه وفي لعيبه تسد مكان ان شاء الله وهناخد بطوله الدوري ان شاء الله. كابتن رضا شحاته نادي الزمالك لعيبه كبيره وبنقول لهم ده وارد في الكوره ان فرقه بتهاجم ومغلوبين طبعا 1 أو 2 فلازم يهاجموا. فبقول لهم هارد لك ثالث مره وبقول مبروك لجماهير النادي الاهلي. وهكذا انتهت مباراه القمه اليوم بين الزمالك والاهلي. يوم في تاريخ الاهلاويه لن ينسوه مدى الحياه. انذار اهلاوي شديد اللهجه الى كل الانديه. كل التمنيات الطيبه بالتوفيق وحتى يجمعنا لقاء جديد وحلقه جديده والكاميرا في الملعب. فقد حقق الاهلي اكبر فوز له على الزمالك منذ بدء اللقاءات بين الفريقين في عام 1948 في المباراة التي حضرها اليوم 70,000 مشجع باستاد القاهرة. وحط رضا جلبرته بشمال. فقد سحق الأهلي الزمالك ب6 أهداف مقابل هدف واحد. أحرز رضا شحاته الهدف الأول بعد مضي 4 دقائق فقط ثم أضاف إبراهيم سعيد الهدف الثاني في الدقيقة 17 في أمسية غير متوقعة. ادي بيبو وادي بلال ويحل عليه الرصيدة ويسيبه ويخش على طول بيبو يحط. وسجل بيبو الهدف الثالث في الدقيقة 29 ثم تمكن حسام حسن مهاجم الزمالك من احراز هدف فريقه الوحيد قبل 4 دقائق من نهاية الشوط الاول. جاية من ورا وابراهيم حسن واحلاه وهوبا والهدف الاول. الله 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 يا حسام. الله 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 عليك يا حسام. يا لعيب يا كبير قوي 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 قوي. حطت حلوه قوي قوي من ابراهيم وطالع له بيبو يحطها لبيبو 1-1. بيبو الا ان بيبو عزز تقدم الاهلي مرة اخرى في الدقيقة 64 حين سجل الهدف الرابع. ادي خالد بيبو وادي بشير التابعي عمل يروح يمين وكسر شمال وحطها جوه ما يقدرش يعمل له حاجه. يسند ورا
ثم أضاف الهدف الخامس وماشي في خالد الدقيقة الثانية والسبعين. وبيبو والهدف الثالث. يخرب عقلك يا راجل، ايه يا ابني ده؟ ايه اللي انت عامله ده؟ ايه يا بيبو ده؟ العباد بيجري بيبو ويحطها له وهو دور وهو دور وهو دور وهو دور. وفي الدقيقة الأخيرة من المباراة اختتم بيبو من هجوم التنفيذ، وأصبح رصيد الأهلي 6